السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل الشنطه اللي انتوا شايفينها دي، سهله جدا وبتكبر معاكي بسرعه وخطواتها بسيطه، مفيهاش اي حاجه. الشنطه عباره عن ان انا استخدمت خيط سلسله، جبت خيط سلسله سوبر لوكس ملفوف مش على بكر كرتون، لا ده بيبقى وزنه الشله ربع كيلو. استخدمت كيلو الا ربع وشله واحده بس هي من اللون الفوشيا والباقي اسود، يعني استخدمت تقريبا بالظبط شلتين من الاسود وشله واحده فوشيا، فكده الاستخدام بتاعي كان كيلو الا ربع للشنطه بالشراشيب وبكل حاجه. تمام. هحتاج بس كمكمل للشنطه هو الدراع الجلد. تقدري انتي تجيبي اي دراع انتي حباه، او لو عايزه تعملي دراع من الخيط للشنطه نفسه، بس انا بفضل اكتر الدراع الجلد يعني عشان يستحمل معاكي. هحتاج ابره مقاس رقم 5، هتبقى مناسبة جدا ليا في الشغل. وهحتاج ابرة تنظيف تكون واسعة شوية عشان تقدري ان انتي تنضفي الخيوط، وطبعا معاكي ولاعة. وهي الابرة الرفيعة دي بس هحتاجها في تركيب الشراشيب، اي ابرة رفيعة عندك عشان تدخلي الشراشيب في الغرز. بس كده، يلا بينا نبتدي. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بعد ما تتفرجوا على الفيديو. هشتغل معاكم بالخيط الفوشيا عشان يبقى واضح في الشرح، وبعد كده هنكمل باللون زي لون الشنطة. اول حاجة هعمل دايرة سحرية، فهجيب الفتلة القصيرة تبقى ناحية ايدي الشمال وهلفه على صباعين كده، وهجيب الخيط الفه اكس بالشكل ده، واخد دي كده واثبتها. هلف الخيط كده الناحية التانية بحيث ان يبقى وش الخيط هو اللي مقابل ليه، والاكس دي هي اللي في الظهر. هدخل كده الابرة واسحب الخيط اللي جوه ده واطلعه بالشكل ده كده. خلاص كده اتكونت معايا الدايرة السحرية. هسحب بقى الخيط الطويل واخليه ناحية ايدي الشمال زي ما احنا متعودين نشتغل، وهطلع على طول سلسلة كده. بعد كده هبتدي ان انا اشتغل 7 غرز حشو جوه الحلقة دي او جوه الدايرة دي، وهعتبر معايا ان اول غرزة دي او اول سلسلة دي هي 8 غرزة حشو. تمام. فهدخل كده واعمل 1 اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، 2 3 4 5 6 7. خلاص. ومعانا اول سلسلة قلنا دي هتبقى التمانية، يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هشد بقى الخيط الصغير اللي من ورا ده، وهبتدي الف الشغل الناحية التانية كده، وهطلع الخيط كده لفوق شوية وادخل في اول غرزة عندي هنا كده، واعمل غرزة حشو وارتفع فوقيها بسلسلة، وهعتبر ده كده اول عمود بلفة، وجنبه هعمل عمود بلفة كمان. تمام. يبقى كده اول 2 عمود بلفة يعتبر في اول غرزة. الغرزة اللي جنبها هعمل برضو 2 عمود بلفة فيها، 1 2. اللي بعدها 2 عمود بلفة، اللي بعدها 2 عمود بلفة، لحد ما اوصل لاول سلسلة انا بدأت بيها في الدور خالص. لما عملنا الغرزة السحرية ارتفعنا بسلسلة. اروح في اللي بعدها واعمل 2 غرزة عمود بلفة، 2 غرزة عمود بلفة، 2 غرزة عمود بلفة. واخر عندي اللي هي السلسلة اللي ارتفعنا بيها دي، هي دي اللي هدخل فيها واعمل 2 عمود بلفة. هتلاقوا جاية بميل كده شوية، ندخل فيها ونعمل 2
عمود بلفة في نفس الغرزة، بحيث يبقى الاجمالي عندي 16 غرزة عمود بلفة. كده الدور التاني خلص معايا. هلف الناحية التانية، ارفع شوية كده الخيط لفوق وادخل في اول غرزة واسحب واعمل غرزة حشو وفوقيها عمود. تمام. وهكرر تاني واعمل جنبه عمود بلفة كمان، واروح في اللي بعدها واعمل برضو 2 غرزة عمود بلفة. يبقى السطر رقم 3 هيبقى معايا تزايد في كل الغرز. هدخل في كل غرزة واعمل فيها 2 عمود بلفة لحد ما اوصل لنهاية الدور بالشكل ده كده، ونكمل لحد ما نوصل لاخر غرزة. وصلت عند اخر غرزتين متبقين عندي وهعمل فيهم تزايد، والسطر ده هيبقى الاجمالي عندي فيه 32 غرزة. يبقى دور رقم 3 اجمالي الغرز فيه 32 غرزة. ناخد بالنا من اخر عمود عندي الغرزة فيه بتبقى مايلة، فلما نعد هنعرف كمان ان احنا ماشيين صح. بالشكل ده كده عملنا 32 غرزة عمود بلفة. نرجع بقى ونشتغل باللون الاسود والفوشيا بتاع الشنطة. اهم حاجة عندي ان انتوا شفتوا الغرز باللون الفاتح وعرفتوا ازاي بدايات السطر بتكون شكلها عامل ازاي. دلوقتي هغير اللون، فهاجي افك كده بعد ما بعمل العمود التاني، بقف في اللف بعد ما بعمل اللفة الاولانية فيه بسيب اخر لفتين على الابرة. يعني هعمل كده اهو، اخر عمود هعمله هقوم داخله كده فيه، اطلع من اول لفتين واقف وهدخل اللون الجديد، هسحب كده اللون اللي انا عايزاه بالشكل ده واشد كده الغرز وهلف الشغل الناحية التانية وهدخل واعمل غرزة حشو زي ما ببتدي السطر واعمل سلسلة فوقيها، وهقص خلاص اللون الاسود كده انا مش عايزاه، وهنضف دول بعد كده في الاخر. الدور ده هعمل فيه عمود في كل غرزة، كل غرزة هدخل واعمل فيها عمود بلفة واحد بس. يعني كده العدد معايا هيبقى ثابت وهو 32 غرزة عمود بلفة، مش هيكون فيه اي زيادة في العدد. بقى عندي اخر غرزتين في السطر، واحد والغرزة الاخرانية اميل كده عشان اشوفها، ادخل تحت الحلقتين واعمل اخر غرزة معايا واطمن من عدد الغرز ان هو مظبوط. احنا قلنا الدور ده هيبقى 32 غرزة زي ما احنا. الدور اللي بعده هكمل بنفس اللون، هلف كده الناحية التانية وارفع سنة كده فوق وادخل واعمل في اول غرزة غرزة حشو وعليها سلسلة، وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة، بحيث يبقى عندي اول غرزة بادئة ب2 عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها واحدة بس، اللي بعدها هعمل فيها 2، اللي بعدها هعمل فيها واحدة بس، اللي بعدها هعمل فيها 2، وهمشي بنفس التكرار. اول واحدة 2، اللي بعدها واحدة عمود بلفة بس في الغرزة. يبقى كل غرزة همشي فيها اول حاجة 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، اللي بعدها عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، وهكرر بنفس التسلسل، والنهائي هيبقى عندي 48 غرزة عمود بلفة. هيبقى عندي اخر غرزتين في السطر. الغرزة اللي قبل الاخيرة هعمل فيها تزايد 2 غرزة عمود بلفة، واخر غرزة عندي هعمل فيها 1 عمود بلفة، وانا هغير الخيط فمش هكمل العمود لاخره، هعمل بس كده اول لفتين منه وهدخل اللون التاني. زي ما قلنا اجمالي الدور ده عندي هيبقى 48 غرزة عمود بلفة. تمام
بالشكل ده كده. هلف الشغل الناحية التانية زي ما تعودنا، وهندخل في اول غرزة وهعمل حشو وفوقيها سلسلة. الدور ده همشي فيه فوق كل غرزة عمود بلف، وده الدور كده السادس معي. كل غرزة ادخل واعمل تحتيها غرزة عمود بلف، فالعدد كده هيبقى عندي برضو 48 غرزة عمود بلف، فالعدد مش هيتغير معي. اهم حاجة في كل دور تعدي وتتأكدي من الغرز عشان يبقى التسلسل معاكي مظبوط وكل سطر معاكي مظبوط. اخر غرزة معايا في السطر اميل كده علشان اشوف الغرزة واعمل فيها عمود بلف. كده الدور السادس معايا انتهى زي ما قلنا بنفس عدد الغرز 48 غرزة. بعد كده هلف الشغل الناحية التانية، هرفع كده سنة الخيط وهدخل في اول غرزة واعمل فيها غرزة حشو وفوقيها سلسلة. والدور ده هيبقى عندي اول سلسلة بعمل فيها تزايد 2 عمود بلفة، اللي بعدها عمود بلفة، اللي بعدها تزايد، وهكذا هنمشي الدور السابع بنفس التسلسل كده. يبقى هعمل في اول غرزة جنب الغرزة اللي انا عملتها كده عمود بلفة، اللي بعدها عمود واحد بلفة، تالت غرزة هعمل فيها تزايد 2 عمود بلفة، رابع غرزة هعمل فيها 1 عمود بلفة، وهكمل كده لنهاية الدور. واخر غرزتين عندي في الدور ده هعمل تزايد في الغرزة اللي قبل الاخيرة، والغرزة الاخيرة هي عمود بلفة واحد بس. اجمالي الدور عندي هيبقى 72 غرزة عمود بلفة. هلف الدور كده الناحية التانية وهبتدي في الدور الثامن هدخل واعمل غرزة حشو فوقيها سلسلة، وهعمل فوق كل عمود عمود واحد بس. يعني هعمل في دي الغرزة اللي بعدها على طول هدخل واعمل فيها عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، وهكذا هكمل لنهاية الدور فوق كل عمود عمود. يبقى الدور ده هينتهي معايا بنفس العدد اللي هو 72 غرزة عمود بلفة. وصلت لنهاية الدور وهعمل فيها عمود بلفة، وكده النهائي هيبقى عندي 72 غرزة. انا الدور ده هغير اللون فمش هقفل العمود لاخره، هسحب كده اللون التاني وهعمل منه برضو سطرين زي ما عملت تحت كده سطرين. هبتدي في الدور التاسع هلف كده الشغل الناحية التانية. التسلسل بتاع الدور التاسع هيبقى مختلف شوية. هدخل كده واعمل غرزة حشو وعليها عمود وهعمل جنبها عمود بلفة، يعني كده يعتبر عندي بدأ الدور بتزايد. بعد كده هعمل 3 غرزة عمود بلفة، في كل غرزة هتقابلني 1 2 3. يبقى تاني غرزة اهو رقم 2 هعمل فيها عمود بلفة 1، اللي بعدها عمود بلفة 1، اللي بعدها عمود بلفة 1. يبقى اول غرزة تزايد، تاني وتالت ورابع غرزة عاملة فيهم في كل واحدة عمود بلفة، يبقى في عندي 3 غرزة عمود بلفة منفردين. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها تزايد 1 2، والتلاتة عمود بلفة اللي جايين هعمل فيهم فوق كل عمود عمود. ده كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. بعد كده هعمل تزايد في الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، وهكرر
فوق كل 3 الغرز اللي جايين، فوق كل عمود يبقى 3 عواميد بلفة في ال3 غرز اللي جايين، واكرر تاني التزايد بتاعي. الدور ده كده انتهى معايا على 90 غرزة. هلف الشغل الناحية التانية وهشتغل بنفس لون الخيط، والدور ده هيبقى عواميد في كل غرزة هتقابلني، يعني كل غرزة هدخل واعمل فيها عمود بلفة بس. اول عمود عملناه اللي هو اللي احنا دايما بنطلع بيه، اللي هو حشو فوقيها سلسلة. العمود اللي بعده عملت فيه فوقيه عمود، اللي بعده عملت فيه عمود، وبالتالي الدور رقم 10 هيبقى عندي برضو 90 غرزة عمود بلفة. العدد مش هيختلف معايا. هنكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود. خلصت كده الدور رقم 10 وعملنا فيه 90 غرزة عمود بلفة، في كل غرزة بنعمل فيها عمود واحد. الدور رقم 11 و12 هنعمل تكرار الدور اللي هو التاسع والعاشر. اللي هو الدور اللي جاي اللي هو رقم 11 هنعمل فيه تزايد في اول غرزة، والثلاثة اللي بعدهم عمود بلفة في كل غرزة. الدور اللي هو ال12 اللي هو هيكون اخر دور معايا هنعمل عمود بلفة في كل غرزة، اللي هو نفس الدور اللي احنا واقفين عنده دلوقتي، الدور رقم 10. يبقى هنكرر في الدور 11 و12 نفس تكرار الدور رقم 9 و10، وبكده يكون الادوار انتهت معانا. نخلصه ونرجع تاني. انا هغير اللون وهرجع تاني للون الاسود. ملحوظة، السطر رقم 11 هيجي في التزايد عندك مش هينتهي ب3 غرز تزايد، هتنتهي في الاخر ب2 تزايد، واخر غرزة هتبقى 1 تزايد. يبقى عندك اخر غرزتين هيبقوا 2 تزايد، وواحدة في الاخر في الغرزة اللي بعدها عمود واحد بلفة، وهيبقى الاجمالي عندك 13 عمود بلفة. وكده السطر بعد كده اللي هو رقم 12 هنعمل عمود في كل غرزة، وهيبقى عندك اجمالي نفس الرقم 113 غرزة. وبكده هيكون اخر دور معايا هو الدور رقم 12. خلصت السطر ده كده اللي هو من غير تزايد، وخلاص هقفل بقى السطر. هرتفع بسلسلة واقص الخيط، وبقى نبتدي ننضف الخيوط. هجيب معايا كده ابرة تكون الراس بتاعتها واسعة، وابتدي ان انا ادخل في الغرز. هدخل تحت الغرز بحيث ان انا اداري الخيط، وطبعا كل خيط هدخل في اللون بتاعه، يعني الاسود هدخل فيه في الاسود علشان ما يبقاش في اي حاجة باينة، ونفس الكلام في الفوشي. ابتدي ادخل كده تحت الغرز. طبعا بتبقى صعبة شوية علشان نبقى شادين الغرز، فبيبقى الدخول فيها مش سهل، وكمان الراس بتاعت الابرة بتبقى تخينة شوية. بس بتحاولي تخشي كده تحت الغرز، وبعد ما بتخلصي وتدخلي وتطمني ان الخيط دخل، بالولاعة بتقصي طبعا الخيط الزيادة، وبالولاعة هنلسع كده الحتة دي ونثبتها في المكان ده علشان تدير. بعد ما ننضف الخيوط هعمل قطعة تانية بالظبط زي اللي انا عملتها، بنفس العدد بنفس كل حاجة بنفس الادوار. لو انت هتغيري اللون هتشوفي انت غيرتي اللون في انهي دور وتغيري اللون برضو زيها. وبعد كده بعد ما نخلصها هنبتدي بقى نوصلها. هبتدي بقى اقفل الشنطة. هحط الظهرين على بعض بحيث يبقى وش من هنا والوش من الناحية التانية، وهبتدي ادخل في حرف الجزء ده. اول غرزة عندي هدخل في الحلقة اللي هي مقابلة لي انا، تمام، ومن الناحية التانية هدخل في الحلقة اللي هي لبره، يعني يعتبر بدخل هنا في الحلقة الخلفية، والحلقة الخلفية من الناحية التانية، واحدة مقابلة ليا وواحدة لبره. وابتدي اسحب الخيط الاسود بتاعي، اشده كده من الحلقتين، تمام، واطلع بسلسلة. هبتدي الف الخيط على الابرة وهقفل بغرز نص عمود. هدخل في نفس الحلقة اللي انا واقفة فيها، وهروح الناحية المقابلة هدخل في نفس الحلقة، واخد معايا طرف الخيط ده كده عشان اقفل عليه، واسحب، اخرج من اول لفة واخرج من تاني لفة. هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هلف واخرج من ال3 لفات اللي على الابرة بالشكل ده كده.
هلف الخيط على الابره واروح في الغرزه اللي بعدها، هدخل في الحلقه الخلفيه اللي هي المقابله ليا انا، واروح الناحيه التانية ادخل في الحلقه اللي من بره واسحب واخرج، واخلي الخيط ده اللي هو بتاع البدايه اخده معايا، واخرج من الثلاث لفات اللي على الابره. الف الخيط تاني على الابره واسحب من الحلقه اللي قدامي، واروح الناحيه التانية الحلقه اللي بعدها واسحب واخرج من الثلاث لفات اللي على الابره. بالشكل ده هفضل الف كده لحد ما ياخد الشنطه كلها معايا واقفلها بنفس الشكل ده. بصوا الشكل ده، الشكل معايا اهو، مش عارفه واضح لكم ولا لا، بس عشان الخيط اسود شويه ممكن يكون مش باين، بس عمل زي يكون في سطر هنا عندي او نص سطر هنا عندي زياده في الجنب. نلف كده بنفس الطريقه لحد ما نوصل للبدايه هنا عندي ونرجع تاني. خلصت كده التقفيل زي ما انتوا شايفين وركبت الشراشيب. تعالوا بقى نشوف ازاي نركب الشراشيب كده في الشنطه. بتيجي في الغرزه اللي احنا عملناها الاخرانيه بتاعه التقفيل اللي هي نص العمود، بيبقى فيه حلقه مقابله ليكي وحلقه لبره. بدخل في الحلقه اللي هي من بره باي ابره رفيعه، واجي اكون قاصه الفتل بتاعتي كلها طول واحد، واسحب كده اللون بالشكل ده، اكون تانية الفتله نصين واظبط طولها بحيث ان الفتلتين يبقوا طول بعض. وبتاخدي الحلقه دي كده تعمليها كده وتسحبي منها الخيط بالشكل ده كده، وتقفلي عليها بعقدة علشان الخيط ده بس السلسلة بيبقى ناعم وبيفك معاكي كل شوية. وتعملي بقى داير ما يدور لحد ما تخلصي الشنطة كلها بالفتل كلها، وتبقي عملتي الشراشيب فيها. وفي الاخر بقى تقصي وتظبطي الطول، وممكن تكويها بمكوى عادية او بيبي عشان بس تفردي الفتل دي. بكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. شكرا لمتابعتكم معايا.